ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن لاعب الأهلي؟ سيد عبد الحفيظ يؤكد أن لاعب الأهلي الحاليين يحتاجون لمعرفة عن النادي الأهلي وعقلية الأهلي وشخصية الأهلي والنخوة، ويؤكد أن إحصائيات الأهلي في الدوري هذا الموسم كارثية بكل معنى الكلمة، وليس ترتيب الفريق في جدول الدوري فقط، فدفاع الفريق أصبح مباحا للجميع، وجميع لاعب الأهلي بلا نخوة وبلا روح وبلا شخصية، وهو حزين جدا على حال الفريق. ماذا قال أحمد بلال عن أداء الأهلي؟ أحمد بلال نجم الأهلي السابق ينتقد بشدة أداء لاعب الأهلي في الدوري، ويؤكد أنه بعد مواجهة اليوم لو هو من سيحدد راتب كل لاعب في الفريق سيمنح أعلى لاعب 2 مليون جنيه في الموسم فقط. وتحقيق الفريق 6 نقاط من 5 مباريات كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما رأيه في عقلية اللاعبين؟ يؤكد أن لاعب الأهلي أصبحوا بتفكير عقيم جدا، وكل تفكيرهم في الأموال فقط، ولو كان صاحب قرار في الأهلي حاليا لكان خصم 50% من رواتب اللاعبين. من يتحمل إصابة زيزو؟ زيزو نفسه يتحمل إصابته لأنه أصر على المشاركة رغم شعوره بالإصابة. ما تعليقه على تريزيجيه؟ أحمد بلال يحب تريزيجيه جدا على المستوى الشخصي، لكن لا يجوز أن يخرج ويقول لجماهير الأهلي هص بعد تسجيله أول أهدافه، خصوصا أن الناس صبرت عليه وهو في أسوأ حالاته كثيرا، وجماهير الأهلي ليست من يقال لها هص. ماذا قال شريف عبد الفضيل عن أداء الأهلي؟ شريف عبد الفضيل ينتقد بشدة أداء لاعب الأهلي بعد مواجهة إنبي، ويؤكد أنه لا يعرف سر توتر لاعبين كبار أمثال لاعب الأهلي في مواجهة اليوم، خصوصا أن المس باس نفسه وأساسيات الكرة القدم افتقدها اللاعبون في مواجهة اليوم، وليس الشخصية ولا الروح ولا الرجولة فقط، بل الخوف والعشوائية التي ظهرت لا تليق بلاعبين دوليين. ما تعليق أحمد شوبير على الحكم؟ أحمد شوبير ينتقد بشدة حكم مباراة الأهلي وإنبي، ويؤكد أنه كان متحاملا على الأهلي من اللحظة الأولى، ولا يتردد في أي قرار ضد الأهلي، ولا بد من لجنة الحكام أن تراجع هذه المباراة وقرارات الحكم، خصوصا في كرة طرد الشناوي واحتسابه ركلة جزاء لصالح إنبي. ما دور الفار في المباراة؟ الفار أنقذ الشناوي من الحكم، لكنه في نفس الوقت لا يمنح مبررا لتعثر الفريق الذي خذل الجميع اليوم، وكان الأداء غير مقبول تماما في الشوط الثاني تحديدا. ما وضع الأهلي في الدور الآن؟ الفريق لم يفز في مباراة واحدة أمام فاركو، ومتواجد في المركز 16 بالدوري، وأصبح مطمعا لجميع الأندية. ماذا قال عن رحيل وسام أبو علي؟ رحيله فارق بشكل واضح مع الفريق. ما رسالته لإدارة الأهلي؟ يؤكد أن منظومة الأهلي تحتاج لمراجعة وعدم مساندة لاعبين معينين على حساب آخرين، وأن إدارة الأهلي تفعل ما في وسعها، لكن هناك من يسير بشكل خاطئ، ولا بد من عودة الخطيب لممارسة عمله حتى وقت الانتخابات، لأن النادي في حاجة له، والانحياز لابد أن يكون للأهلي فقط. ماذا قال أحمد حسن عن الأهلي بعد مواجهة إنبي؟ أحمد حسن ينتقد بشدة أداء لاعبي الأهلي، ويؤكد أن الأحمر يملك لاعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط ودكة بدلاء نارية، لكن يبدو أن هناك شيئا خاطئا في الفريق، وهذا ليس الأهلي. الفريق يفتقد الروح والشراسة وكل شيء، وشخصية الفريق غائبة تماما. ما رأيه في خطأ ديانج؟ خطأ ساذج جدا، ولا يصح أن يخرج من لاعب دولي، خصوصا أن لاعب إنبي كان ظهره للمرمى وبعيد تماما عن تشكيل أي خطورة على مرمى الشناوي. ما الخبر الأخير عن الزمالك؟ النادي البرتغالي الذي كان يلعب له شيكو بنزا يتقدم بشكوى رسمية في الفيفا ضد نادي الزمالك بسبب عدم سداد الأبيض قيمة الصفقة،